السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. اذكروا الله وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حسين من العراق يقول يوم من الأيام كنت جالس عند جدي في البيت، عنده عزيمة وعنده رياجيل وجالس أقوم على خدمتهم. تعشوا الرياجيل عندنا، وأثناء السمرة في الليل إلا واحد من الحضور يكلم جدي ويقول له: يا أبو فلان، نبيك تعطينا سالفتك اللي ذاك الزمان أنت ويا فلان. قال: يا ابن حلال، ذي سالفة قديمة، وش اللي طراها لك الحين؟ وش اللي تبي بها؟ قال: لا تكفى، عطناها وخلنا نتونس فيها وناخذ منها الفائدة والعبرة. يقول: أنا يوم سمعت السوالف هذه جلست على أساس أني أبي أسمع السالفة ذي، لأنها ما عمرها مرت علي ولا قد سمعتها أصلا من جدي، فتحمست أني أسمعها وجلست أتسمعها معهم. يقول: قال جدي: قبل حوالي 55 إلى 60 سنة كنت أنا ويا فلان جالسين واتفقنا أن حنا بنروح ندور لنا شغلة، ندور الرزق منا ومنا أحد الديار اللي حولنا واللي قريبنا. طبعا السالفة هذه في العراق. يقولوا بالفعل يوم جاء من بكرة توكلنا على الله ورحنا وقمنا ندور من ديرة لديرة ومن عرب إلى عرب. هذول يضيفونا، ذولي نتقهوى عندهم، وذولي نتغدى عندهم، وذولي نفطر عندهم، وذولي نتعشى عندهم، وعلى ذا الحالة ذي كل يوم. يقول: قلطنا على ربع على ديرة، تغدينا معهم واشتغلنا معهم شغل إلى العصر. يوم خلصنا شغلنا توكلنا على الله ومشينا. أظلم علينا الليل وحنا ما بعد نحصلنا أحد من العرب اللي في طريقنا. يقول: طبعا القبائل اللي كنا نمر عليها بعضهم نعرفهم وبعضهم ما نعرفهم. يقول: يوم جينا إلا فيه عرب قدامنا ولكن ما عندهم ضوء شابة، جالسين في ظلام، ولا فيه حلال ولا فيه شيء يعني يجذبك أو أنه يبين أن الديرة ذي فيها ناس أو أن فيه ناس يبون يستضيفون أحد. يقول: يوم قربنا من بيت الشعر لا نسمع الصوت اللي يقول: لا تدخلون، عودوا وراكم، المكان فيه واحد مريض ولا نبيه يعدي أحد ولا نبيكم تزعجونه، ارجعوا. يقول: يوم سمعت الصوت هذا قلت الخوي: خلنا نعود. قال: وش ذا الناس اللي تطرد الضيفان، شلون نعود؟ قال: ابن حلال، خلاص الرجال يقول عنده أعطاك عذره، يقول عندنا مريض ولا نبيه يعديكم، عودوا وراكم، خلاص ما هي بالجبرية الضيافة، خلنا نمشي. قال: وش ذا الديرة وش ذا الناس اللي ما يضيفون أحد وش ذا؟ يقولوا قام خويه قام يتذمر من الموقف ومن الشيء اللي حصل. يقول: قلت له: بس خلنا نتوكل على الله ونمشي. يقول: حنا نمشي وهو يسولف، يقول: وش هذه والله ما قد سارت، أول مرة تمر علي إن أحد ما يضيف أحد، حتى لو إنهم جن يا أخي المفروض إنهم يضيفوننا ويستضيفوننا، وما في حتى لو جن في الديرة تضيفنا. ما سار الكلام هذا ولا قد سمعت فيه. يقول: قلت له: يا رجال عين خير وخلاص، خلنا نمرح الليلة ومن أصبح أفلح. يقول: والله بالفعل جلسنا وقمنا نسولف منا لينا غلب علينا النوم ورقدنا. يقول: ما أخذنا نص الليل إلا ذا اللي واقف على رؤوسنا: يا عرب، يا ولد، يا ولد. يقولون: ننتبه أنا ويا خويي، نطالع إلا رجال واقف على رؤوسنا ومتلطم، هيئته وملابسه تدل على أنه راعي. قال: تفضلوا معي، الشيخ يبيكم. يقول: قلت له: أي شيخ؟ قال: شيخنا. تفضلوا معي. يقول: والله نمشي. يقول: حنا نمشي قدامه وهو يمشي ورانا، وكل ما أخذنا شوي قال: روحوا يمين، روحوا يسار. يقول: لين وصلنا عند ذاك الشعيب وندخل معه. قال: ادخلوا يسار وندخل يسار، لا والله من ذا البيوت والنار الشابة والدنيا. يقول: والله بقول أنا أمشي وأسولف مع خوي أساسر له. يقول: سوالفي طبعا مع خوي الحين مساسر بيني وبينه، يعني اللي ورانا هذا ما يسمعها. يقول: يا ولد، هذه الديرة شوف فيها ناس ونارهم شابة والدنيا ما شاء الله، ما هو اللي جيناهم قبل شوي، لا يكون ذوليك اللي كنا جيناهم جن ولا شيء. يقول: المهم ان احنا نسولف سوالف عادية زي كذا، يلا انه يسمعني واسمعه. يقول: يوم دخلنا على بيت الشعر الا والله ان فيه ناس جالسين. يقول: يقوم واحد منهم يستقبلنا ويرحب بنا وقال: اجلسوا منك. يقول: نجلس في طرف المجلس. يقول: يوم اخذنا لنا شوي الا والله انهم قالطين علينا بذيك الصينية فيها ذبيحة كاملة. يقول: حطوها عندنا. قال: تفضلوا. يقول: انا يوم جينا نتعشى، يقول: أطالع في العشاء ما شاء الله ما في أزين منه. يقول: يوم جيت بمد يدي في نفسي سميت، قلت بسم الله. يقول: والله ما مداني أسمي وأحط أجي بحط يدي إلا الصينية اللي قدامي الخروف اللي كان عليها تبدل، الذبيحة اللي كانت قدامي تبدلت، إلا
يقول الله جيفه والدود يمشي فيها، عرفت إن نحن عند جن وإن الأكل هذا اللي قدامنا ما غير إنه مهيأ لنا في عيوننا. يقول وأقوم أرجع وراي وأمسك يد خويي، وتوني بقول له سم الله والله إن الربع يوم قام الشيخ يوم قام يطالع فيني، يقول نظرة الله لا يوريك. يقول جوني اثنين وياخذوني ويطلعوني. يقول ما مداني أقول له سم. يقول أول ما طلعت طلعوني برا قالوا خلاص رح يا ابن حلال خويي، قالوا أقول لك رح. يقول أنا يوم حنا نمشي خلوني أتقدمهم وهم قاموا يمشون وراي. يقول فقمت أكبر وأسمي بالله واذكر الله وسبح. يوم سمعت يوم قمت أذكر الله، يقول والتفت وراي الذي كديره ما منها شيء إلا ظلام في ظلام، الدنيا كلها ظلمة. يقول ولا أخذت إلا شيء ضاربني من وراي إلا أني طايح. متى انتبهت؟ يقول قمت الصباح وأقوم مثل المفجوع. يقول يوم قمت الصباح وتحسس راسي من وراء أبي أشوف لا يكون فيه دم من أثر الضربة اللي أنا حسيتها البارح. يقول إلا ما فيني شيء، ولكن فيني صداع وفيني ثقل وفيني خمول الله لا يوريك. يقول وأقوم أدور خويي وأدور حولي وحواليني لين أشوف إلا والله أنه هناك طايح، وأجيه وأصحيه يا فلان يا فلان يا فلان. يقول والله ينتبه الرجال وقام وش فيك؟ قال ما فيني شيء. يقول وقام علمته بالموقف، قال يا رجال أنت تحلم ذبيحة ولا زين منها وعشاء يهول. يقول خذت الرجال ومشينا أنا وياه نقوم نقطع من ذا الديار. قلت يا ولد خلنا بنعود لأهلنا. يقول أنا والله الحين خفت خلاص ما عاد صار فيه مجال إن احنا نكمل طريقنا. يقول يا ولد خلاص خلنا نعود لأهلنا. قال مشينا. يقول نمشي لين حصلنا أن عرب قدامنا. يقول ونجيهم سلام عليكم السلام. يقول يوم ردوا علينا السلام قلنا يقول وانشدهم قلت أنتم انس ولا جن؟ يقول يضحك الرجال قال لا بالله. يقول يضحك الرجال قال لا بالله حنا انس. مع السوالف قال ليش السؤال هذا؟ يقول ما دريت الا خويي تغير، ما هو برفيقي الاول، قام يطلع من المجلس بدون ما يستاذن، قام يهذري بكلام ما هو بمفهوم، يتكلم مع نفسه، يقول وضعه تغير. يقول اسولف مع الشيخ او الرجال اللي احنا في ضيافته، قلت له والله يا اخي حصل معنا البارح كذا كذا كذا، وعلمته بالسالفه كلها. قال ايه انتم جيتوا من عند الشعيب الفلاني ومن عند الجبل الفلاني؟ قلت له ايه. قال المنطقه هذه فيها قبائل من الجن، ويمكنكم طحتوا في واحدة منها، خصوصا يوم قال رفيقك ما في أحد يضيفنا حتى لو من الجن فاستضافوكم. يقول تعشينا عندهم ودي يقول تغدينا وعودنا على أهلنا. يقول يوم رجعنا لأهلنا إلا رفيقي كل ما له يتغير، كل ما له يزيد حالته تزيد سوء عن السابق. يقول يوم جاء ذاك اليوم إلا الصايح يصيح. يوم نجي للرجال شاب له ضون الله لا يوريك. يقول الله شاب أحد بيوته شعرهم ونفزع ونطفي النار، والرجال كل ما حالته تزيد سوء، كل ما له يسوء حاله زيادة، لينا خذوه له وودوه لحد اللي يعالجون في البوادي اللي حولنا. يقول ولكن للأسف إن كل ذولي اللي يعالجون يتعاملون مع الجن ويتعاملون مع شعوذة وسحر وشغلات زي كذا. لين طاحوا يوم من الأيام في واحد قال لهم يا الربع ولدكم يبي له علاج قراية ما يبي له علاج عندي ولا عند غيري، روحوا ودوه لأحد المدن القريبة وشوفوا لكم شيخ يرقاه ويقرأ عليه، هذا علاج ولدكم، لأنه أكل من أكل الجن فصابه مثل المس، عندنا ما له علاج. يقول والله بالفعل يأخذون أهله ويودونه لأحد المدن القريبة اللي حولنا ويودونه شيخ ويقعد يرقيه ويقرأ عليه كم من يوم إلى أن تعافى الولد وتحسن ورجعت صحته مثل قبل. وهذه قصة جد حسين من العراق، إن شاء الله أنها عجبتكم واستفدتوا منها الفائدة المطلوبة. العبرة والفائدة في القصة هذه، احفظ الله يحفظك. متى ما حفظت الله سبحانه وتعالى حفظك في أي مكان. لا تنسى التسبيح، لا تنسى التهليل، لا تنسى ذكر الله. خلى الله سبحانه وتعالى دائما معك وفي ذكرك وفي نفسك وفي كل شيء من أمورك. إن ركبت سيارتك، إن نزلت، إن دخلت بيت، إن طلعت، إن رحت دوامك، أي مكان تروح له، أي شيء بتسويه اذكر الله. الذكر هذا راح ينفعك ما راح يضرك بشيء، تؤجر عليه ويحفظك في نفس الوقت. اكتبوا لي في التعليقات الفائدة اللي أنتم ما استفدتوها من قصتنا هذه، وبإذن الله تعالى نلتقي في قصة جديدة. وعلى فكرة لا يجيني واحد يقول لي هذه من نسج الخيال وهذه كذا، حنا ننقل القصص مثل ما نسمعها بالضبط، لا نزيد ولا ننقص فيها. صدقها وكذبها يرجع للي احنا سمعناه منه أو للي في الأساس
أو في الأساس إلى صاحبها. لذلك تعليقاتكم خلوها إيجابية. يا أخي إذا ما عجبتك القصة ما هو ضروري أنك تعلق عليها، اتركها. الشيء السلبي أنت ما تستفيد منه شيء. ممكن تقول لك كلمة ولكن أنا ما راح أسامحك فيها، بيحاسبك ربي على كلمتك هذه اللي أنت كتبتها. وكل القصص اللي تروى سواء مني ولا من غيري ولا من أي شخص تسمعها منه، تأكد دائما أن فيها فائدة. أنت خذ الفائدة اللي منها، ما عليك من صدق القصة أو كذبها أنها نسج الخيال ولا أنها حقيقة ولا اللي هو، لا، أنت ركز على الفائدة، أخذ الفائدة اللي أنت تشوفها في الموضوع كله والباقي اتركها على جنب. أكثر من كذا ما عاد عندي شيء أقوله، لكن الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله، وفي أمان الله.